السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الاكل ايه النهارده. احنا عندنا عزومة رهيبة، عملنا حاجات ايه يعني قليلة وفي نفس الوقت حاجات حلوة. خلاص، ديت الفرخة دي انا هسيبكم انتوا تقولوا الفرخة دي ايه. دي فرخة رومية. خلاص، 4 كيلو كده، 4 كيلو ونص. انا قلت ايه، عايزة اعملها كده زي الديك الرومي اللي بيجي من المطاعم ده. فهي طبعا هتاخد يعني في الفرن هتاخد وقت كتير جدا، وانا كنت عايزه اخلص، وغير كده هتنشف كمان. فانا جبت هنا بقى ايه، ملح وفلفل وزعتر وروزماري وبتاع دوت، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وليمون وبهارات وبتاع دوت اسمه ايه، كركم. خلاص، كل ده كده حطيته. طبعا ما حطيتش عليها ملح، وعصرت 4 ليمونات. خلاص، انا بقى عايزه ايه، اتبلها كده واخليها يعني اكنها هشويها. خلاص، تبلتها كده، وجبت بصلايه صغيره عشان خاطر انا ايه، احطها تتسلق الاول. مش هينفع ان احنا نحطها على الشوايه على طول، لازم نديها شويه على النار. هنا وحطيت الحله عشان ايه، وحطيت فيها ميه تغلي، ونزلت بالفرخه بعد ما دعكتها كده بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها. وطبعا دي ايه، بقيت الخلطه فضيتها عليها. هنيجي بقى هنا معانا ايه، معانا بتاع دوت ورق لورا وحبهان، وكنت حاطه جوز الطيب مطحونه، وحطيت ليمون تاني، وحطيت فلفل الوان، وحطيت طماطميتين كده. هنا بقى معانا ايه، بطاطس. ده كيلو بطاطس هنحشيه. خلاص، بصوا حجم البطاطس كلها زي ما انتم شايفين كده. عملتها بالشكل القمر ده، قورتها في ثانيه، ما خدتش 10 دقايق. غسلت البطاطس وقشريها وقوريها، بصي تطلع معاكي بالجمال ده. انا طبعا اهو، بص انا حضرت الزيت على طول، وحطيت كمان للقليه. خلاص، طلعت اول حاجه وخلصت قليه وايه، وحطيت التقوير بتاع البطاطس. وهنا معانا نص كيلو لحمه مفرومه. جبت 3 بصلايات حلوين، وحطيتهم ايه، فرمتهم في الكبه، وحطيت عليهم ملح وفلفل. اديتهم بس كده تشويحه على النار، ونزلت باللحمه. خلاص، وهنحط كوبايه ونص ميه مغليه، يعني ميه سخنه للحمه عشان تستوي. خلاص، اللحمه المفرومه وملح وفلفل بس. وغطينا عليها كمان عشان تستوي. دي الايه اللي هنعمل بيها الحاجات البطاطس، وهنعمل بيها الجلاش. وهنا طبعا جبت الفرخه بقى، طبعا قعدت 3 ساعات على النار. سويتها. جبت هنا قطعت بطاطس شرايح، فلفل الوان، بصل، حطيت شويه ملح وفلفل وزيت على ايه البطاطس اللي احنا هنحط عليها الفرخه. جبنا هنا بقى دي التتبيله بتاعت الفرخه اكننا هنشوي. خلاص، جبنا بصلايه صغيره، وحطينا عليها شويه مستردة. وهنجيب بقى ايه، الصويا صوص عشان ايه يديها اللون. وهنا ملح وفلفل، اسفه، بهارات وفلفل وكزبره ناشفه، وشويه بتاع الرز ده اسمه ايه، الكركم، وشويه بهارات فراخ. وهجيب الفرخه كده ايه، اشرحها، وشويه زيت طبعا. وحطيت طبعا الملح، انا كل ده ما كنتش ملحت الفرخه. بعد ما خدت 3 ساعات على النار، 3 ساعات. خلاص، انا مسوياها جامد، وهي كده لسه ما استوتش. احنا هنحطها تاني. تبلتها طبعا، وعصرت ليمون. نسيت اعصر الليمون، هتلاقوني عصرته على الفرخه. جبت 4 ليمونات وعصرت ليمون. ادي ليمون زي ما انت عايز، يعني ما تخافيش من الليمون خالص. الليمون بيودي الشوي في حته تانية. خلاص، انا البطاطس نيه، انا لسه هكملها سوا في الفرن. اكنك كده بقى حطها تتشوي. طبعا نسيت احط الليمون، عصرت الليمون، وهلفها بالفويل واحطها في الفرن. خلاص، وده طبعا ايه اهو الجلاش. زي ما انتوا عارفين كده، ورقه ورقه بنفرد. اللحمه المفرومه استوت اهي، وكانت زي الفل. وقفلنا الصينيه. طبعا انا ولعت الفرن وايه، ولفيت الفرخه. بس كده هتقطعي الجلاش من نص اول حاجه، وبعدين تقطعي من الناحيه دي ومن الناحيه دي عشان يطلع معاكي مظبوط. متطلعش حته كبيره وحته صغيره. وهنعمل بقى كوبايه اللبن اهي، بالبضايه، بسنه فلفل، ورشه حبه البركه كده من على الوش فوق الجلاش. وهقلب اهو. وهنا بقى معانا البطاطس بعد ما حمرناها ورشينا عليها ملح وفلفل. هنجيب التقوير بتاع البطاطس، هنحطه في قعر الطاجن. وهنحشي بقى اللحمه كده زي ما انتوا شايفين اهو في الثانيه كده. وهنحط بقى، هنيجي نحط عليها كبشتين 3 شوربه، وبعدين نحطها في الفرن. خلاص، بس هنا كده ايه، بعد ما عملت الفرخه بقى لفتها اهو، وحطيتها من فوق شويه تستوي تغلي يعني. وبعدين حطيتها على طول
في الفرن شوي، حطيتها ساعتين تاني في الفرن خلاص. وهنا بقى هننزل بالكاري، وهننزل الليمون الناشف، فصين ماجي، شوية قرنفل. وهنسقي بقى من شوربة الفراخ اللي هي كلها ليمون، ولو طولت تحطي ليمون تاني حطي. بصي شوربة الفراخ طالعة عاملة ازاي، لان انا مظبطاها وحاطه فلفل ومظبطاها خلاص. وسقيت منها اهوت الرز استوى، والفرخه طلعت مستويه ومشويه. الفرخه دي تحفه. في حاجه بقى هقولها لكم، ان الفرخه دي مش فرخه رومي، دي فرخه امهات يا جماعه، ولازم تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.